السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أصدقاؤنا المشاهدون من كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الشيق يحكى أن. حسنا يا عبد السلام، ما عنوان الحكاية اليوم؟ عنوان حكايتنا يا موفق هو التسامح. جميل جدا، وما رأيك أن نبدأ؟ حسنا، فلنبدأ بحكايتها على الأصدقاء الأعزاء. حيث تدور أحداث حكايتنا في المدرسة. وكان في تلك المدرسة طالب في الصف الرابع. هذا الطالب اسمه مروان، وهو طالب مجتهد في دراسته كثيرا، ولا يتأخر في أداء واجباته أبدا، كما أنه كان يحب أصدقائه، وكان يشاركهم في كل شيء. وكان لمروان صديق مقرب منه. هذا الصديق اسمه أحمد، وكانا دائما يذهبان إلى المدرسة معا، ويرجعا أيضا إلى البيت معا. وفي يوم دراسي عادي وصل الصديقان إلى المدرسة معا، وكان اليوم الدراسي روتينيا مثل سائر أيام الأسبوع، إلا في آخر حصة من حصص اليوم الدراسي، حيث كان يجلس مروان بالقرب من صديق له، وكان اسم الصديق هو وليد، وقد أعطاهم الأستاذ واجبا منزليا لحله، وعليهم أن يحضروه غدا، لكن وليد لم يكن ينتبه لما يقوله الأستاذ، لأن والده سيرجع اليوم من السفر، وكان هو سعيد جدا، ويتخيل ما هي الهدايا التي سيحضرها له والده، ولذلك كان ينتظر انتهاء اليوم بفارغ الصبر. وفعلا رن جرس المدرسة معلنا نهاية اليوم الدراسي الذي كان طويلا على وليد، فقام وليد بوضع كل أغراضه في حقيبته على عجل، ومن دون أن يقصد أخذ كتاب صديقنا مروان، وكان مروان يظن أن كتابه داخل في الحقيبة، لذلك لم ينتبه لما فعله وليد. فخرج مروان وصديقه المقرب أحمد حتى يعودا إلى بيتهما كعادتهما. أما وليد فقد ركض مسرعا، وهو كان متشوق لرؤية والده. وصل الصديقان مروان وأحمد إلى بيوتهما اللذان كانا قريبان من بعضهما البعض. قال أحمد لمروان: ما رأيك أن نقوم بحل الواجب المنزلي؟ رد عليه مروان: لا، نحله في المساء، لكن الآن علينا أن نلعب مع بعضنا البعض. أما الواجب فلكل واحد منا كتابه الخاص، ويمكن أن نحل الواجب كل واحد منا في منزله. وافق أحمد بعد تردد. وفعلا لعب الأصدقاء مع بعضهم البعض حتى غابت الشمس وحل المساء، وذهب كل واحد إلى منزله حتى يقوم بحل الواجب. وعندما قام صديقنا مروان بفتح حقيبته حدث ما لم يتوقعه، لم يجد كتابه الذي سيستخدمه لأداء الواجب المنزلي، وقام بتفتيش الحقيبة أكثر من مرة، ثم بحث في غرفته وفي كل مكان في المنزل، لكن طبعا دون جدوى، حتى أنه سأل والدته عن الكتاب، ولكنها قالت له: لم أراه. وتذكر أنه كان يجلس مع صديقه وليد، فقامت والدته بالاتصال إلى منزل صديقهم وليد لسؤاله عن الكتاب إذا كان أخذه بالخطأ، لكن وليد كان منشغلا باللعب بألعابه الجديدة التي أحضرها له والده. فسألته أمه إن كان أخذ كتاب مروان، فقال لها دون تفكير: لا لم أخذه، وواصل في اللعب. أما مروان فلم يعرف كيف يتصرف، فهو لن يستطيع الذهاب إلى صديقه أحمد لأن الوقت متأخر جدا على الزيارة، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يأخذ منه الكتاب، لأن أحمد نفسه لم يكمل الواجب. يا ترى ما الذي حدث بعد ذلك يا أصدقاء؟ هل استطاع مروان تجاوز هذه المشكلة؟ ستعرفون ذلك، لكن بعد فاصل قصير. فلا تذهبوا بعيدا. فاصل ثم نواصل. أهلا ومرحبا بكم مجددا يا أصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل القصير، وبرنامجكم الجميل يحكى أن. وحكاية اليوم التي هي بعنوان التسامح. أين توقفنا يا عبد السلام؟ توقفنا في أن مروان لم يجد كتابه، وقام بالبحث عنه في كل مكان، لكن دون جدوى، حتى أنه كما قلنا يا أصدقاء اتصل على وليد، لكنه أخبره أنه لم يأخذ الكتاب، لذلك كان صديقنا مروان في مأزق كبير، هو لا يستطيع أن يكمل الواجب المنزلي. مرت الليلة طويلة جدا على صديقنا مروان، حتى أنه قابل صديقنا أحمد باستياء وحزن،
ليس كعادته، عندما يقابله بسعادة وسرور. فسأله أحمد: ما بك يا صديقي؟ قال له مروان: للأسف لم أكتب الواجب. فقال له أحمد: لماذا؟ هل حدث شيء ما؟ قال مروان: نعم، لقد ضاع كتابي. فاستغرب أحمد وقال له: عجيب، هذه أول مرة تحدث. أنت لم تضع كتابا لك من قبل، بل حتى لم تتأخر في حل الواجب من قبل. ازداد حزن صديقنا مروان، لكن كان قد وصلا إلى المدرسة فعلا، وقد قابل وليد الذي تهرب من رؤية مروان. استغرب مروان من ذلك، لكن وليد كان قد فتح حقيبته ووجد كتابين، فعرف أن ذلك كتاب مروان، لكنه خاف أن يكلم والدته، والتي قد تحرمه من اللعب بألعابه الجديدة التي أحضرها له والده بسبب ذلك، لأنه بالأمس أخبرها بأنه لم يأخذ كتاب مروان. لأنه كذب عليها فلم يعرف كيف يتصرف وأخبر والدة مروان. رن الجرس ودخل الجميع إلى الفصل، وجاء الأستاذ لتصحيح الواجب، لكنه وجد مروان لم يكتب. فسأله مستغربا: لماذا لم تكتب الواجب يا مروان؟ هل حدث لك شيء؟ هل كنت مريضا؟ لكن مروان قال له بكل حزن شديد: لا يا أستاذ، لكني أضعت كتابي. رد عليه الأستاذ: كيف ذلك؟ هل أصبحت مهملا يا مروان؟ لم يستطع مروان الرد، لكنه نظر إلى الأرض. قال له الأستاذ: سأسامحك هذه المرة، لأنها أول مرة لك يا مروان. ثم أضاف: تعال بعد الدرس حتى أعطيك كتابا آخر، لكن عليك أن تحافظ عليه. شكره مروان وأحس بالتقصير على ذلك. شعر وليد بالذنب لما تعرضه صديقه مروان. وفعلا بعدما رن الجرس ذهب وليد إلى مروان وهو يحمل الكتاب، وعندما نظر مروان إلى الكتاب غضب غضبا شديدا، حتى أن أصدقائه مسكوه من وليد وقرروا أن يذهبوا بهم إلى الأستاذ. وقف وليد ومروان أمام الأستاذ الذي سمع القصة كاملة من الطرفين، ثم قال: لقد أخطأت يا وليد. أخطأت لأنك لم تتكلم منذ البداية. وأنت أخطأت يا مروان. أولا لأنك لم تحل الواجب منذ البداية. كان عليك حل الواجب ثم الذهاب إلى اللعب. لكن يا وليد، شكرا لك على شجاعتك. فقد كنت شجاعا باعترافك بخطئك. عندها قام مروان بمسامحته وقال له: لقد سامحتك يا وليد. لقد ظننت أنك أخذته عمدا ولم تخبرني. وتصالح الاثنان وعادا إلى الفصل مع بعضهما. وهكذا يا أصدقاء انتهت حكايتنا لليوم. حكاية كانت مليئة بالدروس والعبر، لكن أهم هذه الدروس هو التسامح. فلا بد لنا من مسامحة بعضنا البعض، ولا بد لنا من أن نعفو بعضنا البعض. فكلنا بشر يا أصدقاء، نخطئ في بعض الأحيان ونصيب في بعض الأحيان، لذلك علينا أن نتسامح فيما بيننا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فلنتسامح ولننتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. حسنا يا أصدقاء، ماذا عنكم؟ أخبرونا بالذي استفدتموه من الحكاية. لا تنسوا راسلونا عبر الرقم الظاهر على الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. هذا صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.